السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي واجهة كانت مخليها بالغرفة. هسه بعد ما دام خلص الصيف، هي كانت مستفاد من عندها الاكو مو البلابل الطيور ثانية. فهسه راح افصلها قفص، هاي جاي اشتغل بيها. راح اخليها قفص حتى يصير للتكاثر، يعني هو بس اكيد بموسم التكاثر، يعني اقصد مو هسه. قفص راح يصير كلش حلو، واختاريت له مكان راح اخليه بالحديقة هنا. ذاك المكان راح اخليه بين شجرتين، كلش حلو المكان. هاي الصبح اول ما تضرب الشمس من تغيب بظهره بين اشجار، يعني المكان كلش حلو. فان شاء الله من اكمل هم اراويكم الشغل شلون صار. تقريبا كمل القفص، بقى عندنا بس السيم نخليه هسه. هذا الباب سويناه، حتى مجتم هذا خلينا له. هاي قصبة قوية حتى يوقف عليها براحته. وهناك خلينا له، اذا تشوفونها هاي خشبة هم قصبة هي قوية، خليتها بالطرف من هناك وسديت فيه الصفحة حتى بالشتاء، لان راح اثبت البلبل انا شتاء وصيف راح اخليه بهذا المكان. حتى بالشتاء يجي ينام هنا بهذا المكان، وهذا الصفحة لين على الهواء، على اتجاه الهواء، فخليت لها خشبة حتى يصير مكان دافي. والصبح راح تشرق عليه الشمس بالوجه. وهذا القفص هسه بنخلي له السيم ان شاء الله هم يبين احلى بعد، نخلي له معالف وهذه، وان شاء الله هم اصور لكم اياه. السلام عليكم ورحمة الله. اخوان المتابعين، هذا القفص هسه هاي المرحلة النهائية، خلينا البلبل بيه وثبتنا مكانه. هذا مكانه شوفوا شلون. هذا الصبح من تشرق عليه الشمس، والظهر هذا الفي يصير عليه بين شجرتين. هاي كف مريم، هاي شجرة دائمة الخضرة موسمية، مرتاح مسافته، القفص يطير بيها براحته. هذا ان شاء الله راح يثبت القفص شتاء وصيف.